بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد يا عم الحاج عمر، صح معايا يا عم النجم. مادة التوحيد، مادة ايه؟ التوحيد. طيب أول حاجة عرف علم التوحيد لغة واصطلاحا. بص يا عم عمر، أنت ما نقول من سنة 6 ما كانش عندك الكلام ده. إحنا هنعرف في الأزهر في الشرعي أو أي مادة شرعية هنقول تعريف الشيء لغة واصطلاحا. لغة وإيه؟ لغة يعني أهل اللغة العربية في هذا الكلام هيقولوا إيه؟ اصطلاحا أهل التخصص من العلماء الفنيين المتخصصين في الموضوع ده هيقولوا إيه؟ فاهم حاجة؟ فهمت كده؟ يبقى اللغة وأهل الإيه؟ أهل الفقه هيعرفوا الكلام ده، الفقهاء هيعرفوا إيه؟ الكلام ده إزاي؟ ماشي يا حبيبي؟ يبقى رقم واحد هنا بقى التوحيد، أهل التوحيد وعلوم التوحيد وإيه؟ هيتكلموا في الكلام ده يقولوا إيه؟ التوحيد لغة بأن إيه؟ اللغة العلم بأن الشيء إيه؟ واحد. بديهي كده في اللغة العربية توحيد يعني واحد. من وحد الشيء فهو إيه؟ موحدا فهو توحيد. خلاص كده؟ شيء فيه مشكلة الكلام ده؟ مفيش مشكلة. اصطلاحا علم يبحث في إيه بقى؟ بيان إيه؟ ما يجب وما يجوز. يبقى خد الكلام ده احفظهم دول. وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل. تمام كده؟ وبيان الأمور السمعية. هنعرف يعني أمور سمعية وهنفهم واحدة واحدة. أول حاجة التوحيد، يتناول علم التوحيد ذات الله تعالى، بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. بس في إيه؟ ذات الله، في ذات الله نفسه سبحانه وتعالى. تعالى عن ذلك علوا كبيرة. لا ما نقدرش. فاهم يعني ما نقدرش. والكلام ده هتاخده في ثانوي، أولى ثانوي. ما نقدرش نتكلم في ذات الله نفسه سبحانه وتعالى، ما نقدرش. ليه؟ هذا خارج عن إطار طاقتنا واحتمالنا وفهمنا. فاهمني؟ وضربت مثل قبل كده وأنا بشرح لثانوي موضوع الموبايل. حضرتك أنا الموبايل صنعت موبايل كإنسان، كتبت في الموبايل ده أو عرفته إن اللي صنعك مثلا شركة كذا بقدرات كذا بتحمل مش عارف إيه بشاشة قد إيه بروسيسور مش عارف إيه كاميرا إيه، أنا اللي قايل له. لكن هو عنده استطاعة يعرف أعلى من كده ما يعرفش، لأن اللي صنع الكلام ده ما قالوش. أنا ما قلتش للموبايل أنت معاك قدرات فائقة ملهاش حدود، اعرف كل شيء. ما فيش كده، ما يقدرش يعمل كده. كذلك الإنسان ولله المثل الأعلى. خلقنا، اعتبرنا كلنا كده مثلا موبايلات. ربنا خلقنا بقدرات وسعة معينة، بروسيسور ميموري معينة، كاميرا معينة، صوت فويس معين محدود. خلاص الطاقة والحاجات اللي ربنا اداها لنا دي اللي نعيش على الأرض، أسمعك وتسمعني، أشوفك وتشوفني، على بعض تيت أوسع تعدي، هي دي طاقتنا. لكن اداني مساحة مثلا ان ابص على أمريكا أقول لك على فكرة في واد هناك أهو شايف وأنا في أمريكا بيلعب، يا سلام. مفيش كده. أو ثواني أنا سامع صوت جاي من بره الكرة الأرضية، لا سلام، ده معقول؟ مفيش كلام ده احنا نصعق في ثانية. يبقى ربنا خلقنا بقدرات محدودة، فمن ضمن الحاجات المحدودة إن احنا ما نقدرش نخش في أعلى مننا، هنوان على طول هنتجنن، لأن طاقتنا وتحملنا لا يستطيع الوصول إلى ذات الله نفسه سبحانه وتعالى. لا يحده زمان ولا مكان، هو الذي خلق الزمان والمكان. هحطه في يعني سبحان الله، هفكر في موضوع ربنا أو ذات ربنا في أنهي زاوية بقى، ما اعرفش، مش هقدر، لأن الله هو الذي خلق كل ذلك. فهل الخالق يدخل تحت إطار المخلوق؟ صعب، مستحيل. فاهم يا عمر؟ أنت فاهم الكلام اللي ده؟ عشان ننهي الحتة دي، فاهمني؟ طيب يجب في حق الله تبارك وتعالى إيه؟ أولا ذات الله تعالى من حيث ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز إلى الكلام ده كله. ثانيا ذوات رسله عليه السلام جميعا. السمعيات التي أخبر بها نبي كالبعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وسؤال القبر إلى آخر الكلام الجميل اللذيذ ده بتاعنا احنا، بتاع إيه؟ بتاع اللي احنا عارفين ده، بتاع السمعيات. طيب فائدة، ما فوائد أنا أتعلم إيه يا عم الحاج محمد لما أتعلم توحيد حضرتك بعد إذنك؟ هو احنا عايشين لوحدنا في الكرة الأرضية؟ معنا غير مسلمين كتير، ومعنا ناس تؤمنش بالله أصلا. أنا لما أقعد كده أهطل مش فاهم حاجة في أي حاجة، هواجه الناس دي وهتكلم معاهم إزاي؟ يبقى أنا كده هبقى إمعة، اللي يقول ما فيش إله هبقى معاه،
اللي يقول هعبد صنم هبقى معاه، هعبد فار زي الهنود واعمل لهم معبد فار هبقى معاه، هعبد مش هيبقى ليا، مش ما فيش ركيزه اقف عليها. فلا بد من تعلم العقيده يا عم الشيخ، ونعرفها معرفه صحيحه. انت راجل ازهري، ده انت رمز العلم في مصر وفي العالم العربي والاسلامي، فاهم؟ يبقى الناس ترجع لك انت يا عم الشيخ عمر بعد اذنك، انا في حاجه كده دايره في نفسي والله استغفر الله العظيم يا رب مش عارف اقول ايه. قول يا ابني واحده واحده، عايز ايه؟ فانا دارس بقى في علم التوحيد ازاي استطيع ان انا احل المشاكل دي مع الناس. لكن ادرس واقعد كده ايه بقى ان شاء الله ونطلع جيل تنابله مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه، ما ينفعش الكلام ده يا عم الحاج عمر. يبقى معرفه العقائد الايمانيه معرفه صحيحه، اقامه الادله عليها من الكتاب والسنه والعقل. الكتاب والسنه للمسلم، العقل لغير المسلم. انا لا مؤمن لا بكتاب ولا بسنه، انا مش مسلم اصلا. واحد جه قال لك كده، ها هتقول له بس ربنا قال. يا عم انا ما بؤمنش بحكايه اللي انت بتقوله ده، والرسول قال. يا ابني انا ما بؤمنش بالكلام ده، كلمني باللي بفهمه. تعالى لي بقى بالعقل والعلم بقى والتقدم والتكنولوجيا والحاجات دي هقدر اتكلم معاك. يبقى المسلم كيس فطن، مش كيس قطن، كيس ايه؟ فطن، فاهم الدنيا واقدر اتكلم ده في ايه بس دلوقتي احنا مفتوحين على العالم. النت بتفتحه تلاقي 50,000 واحد بيطخ في المطخ واي حاجه بيخبط في المتخبط، ماشي؟ فانت تكون لك ركيزه واقف عليها ولا اهبل؟ بل هي ركيزه واقف عليها اعرف اقول ايه وما اعمل ايه واسوي ايه. خلاص يا جميل. رد الشبهات المشككين في العقيده الاسلاميه. انا راجل قاعد اهو كمسلم وما هاجمتش حد، لقيت حد بيهاجمني وانا عايز احافظ عليا وعلى اولادي، هقدر ارد عليه ازاي؟ بالحكمه والموعظه الحسنه، مش بالطوب والحجاره الشوم والبتاع والخناقات والمشاكل والمطاوله، بالعقل والمنطق بالراحه. تعالى يا حبيبي كده انت بتقول ايه؟ فانا دارس هقدر اتكلم معاه بالراحه واحده واحده. تمام كده؟ غايه العلم ده ايه؟ الفوز بالسعاده في الدنيا والاخره. هو احنا بندرس التوحيد ليه؟ مش كده؟ اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. من كل الأوامر أعظم شيء الإنسان يدين به الله والتوحيد. الأنبياء منذ آدم إلى محمد عليه السلام جميعا جاءوا بالتوحيد، جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام. أما باقي الشرائع فهي شريعة الإسلام، شريعة اليهود، شريعة المسيحيين، شريعة دي شرائع، لكن الدين الأصل دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. خلاص؟ وجميع الأنبياء في القرآن لك وأنا من المسلمين، أي المستسلمين لتوحيد الله تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل. فاهم يا عم عمر؟ فهمني الكلام ده؟ فاهم ولا مش مدرك؟ طب جميل. في حاجة مش فاهم ولا مش فاهم؟ طيب نشأة العلم ده وجدت ظروف وأسباب أدت إيه اللي وجدت؟ بص مش موجود بس هفهمك يعني. العالم كان عامل كده مقفول، أي حد يفكر يتنفي، أي حد يفكر يتعدم، أي حد يخترع يموت. كان الكلام ده موجود في الكنيسة، موجود زمان في سيطرة الكنيسة على العالم وعلى فكر الناس. أنا اخترعت جاليليو، أنا اخترعت. لا جاليليو مين؟ تعالى جاليليو أنت هتهزر. إنك تتعامل مع الشياطين ومع السحر ومع المش عارف إيه، اقتلوه ولعوه. فده كبت رهيب محدش قادر يتكلم. فلما جاء الإسلام أول حاجة اقرأ، الله اقرأ، اتعلم، ابحث، فكر، ادرك، اعمل. الله ايه الجمال ده؟ ايه الدين ده اللي بيدي الواحد حرية مطلقة في الفكر، حرية مطلقة في التعبير، حرية مطلقة في البحث، ما فيش حد يقدر يمنعني. لذلك أنتجت الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية على مر التاريخ ما صنع الآن ما به أوروبا وأمريكا. دول كانوا في العصور الوسطى عايشين زيهم زي البهايم بالظبط، وده مش متعصب، لا حمامات ولا نظافة ولا استحمام ولا نيلة، وكانوا معفنين. وده مش أنا اللي بقول، ده التاريخ بيقول كده، ما بألفش ولا بفتري على الناس. الإسلام كان قمة في الجمال والنظافة والفكر والعلم. ابحث عن أي اختراع تجد أصل العرب والمسلمين. وأن اللي اخترعنا موجود من أسنان كل الأصل في الكلام ده المسلمين اللي عاملين أصول الحاجات دي وأساساتها، المسلمين اللي عاملينها. هم سرقوها بقى، خدوها، نيمونا، طربخونا، وخدوا الحاجات دي واستفادوا منها وطوروها. لكن الأصل هم اللي بيقولوا كده، مش أنا. في مفكرين بيقولوا كده. احنا جميعا عالة على العرب والمسلمين.
والجامعات موجود أسماء كبار العلماء المسلمين إلى الآن والمفكرين، ابن سينا والزمخشري وغيره 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 موجود. فإذا لازم يكون عندك عزة بدينك، إن إحنا نقول أجدادي وهذا أبي وهذا طب وأنت فين؟ ها أنا ها أنت فين حضرتك؟ ده اللي إحنا محتاجينه في الأيام اللي جاية والسنين اللي جاية. ما أقعدش أرنن وحاجات قديمة وأغني بيها. اللي فات فات، اوجد نفسك ووجد اللي جاي بقى. أسس لحضارة جديدة، أسس لإنتاج جديد، لجمال جديد. خلاص اللي فات اتسرق منك وخلصنا وعارفين كلنا، هم عارفين كده كويس. هنقعد نبكي على اللبن المسكوب بقى والأطلال بقى ونغني ونايا اللي راح ويا اللي جه، ولا نقف وقفة ونبدأ نبني من جديد؟ هو ده المطلوب. فاهم يا أستاذ عمر؟ طيب، يبقى سبب نشأة العلم ده الدفاع عن العقيدة ضد الخصوم وتثبيت العقيدة عند السائلين. لما كتر الكلام ودخل الناس بقى الحرية مطلقة، اللي عايز يتكلم يتكلم، فأنا لازم أدرس ديني كويس عشان أناظر بيه الناس كويس وأتكلم كويس. مفيش حجر على الفكر، مفيش حجر على اللي يقول حاجة. تعالى قول وارد عليك، اتكلم ونظرك، قول وحاول أنا أبدع في فكري ومنهجي وعقيدتي وارد على حضرتك. لكن أسجنك وأقتلك وأذبحك مش فكرنا كمسلمين، ده الأصل في الإسلام. قول يا باشا، عايز تقول إيه حضرتك؟ هرد عليك، مفيش مشكلة. أبو حنيفة جه الناس قالوا له، قلت حتى ذكرت الكلام ده في ثانوي، إحنا عايزينك يا عم أبو حنيفة عشان هنعملك مناظرة بقى على الملأ كده وهنعمل إيه؟ طب ماشي يا حبيبي عينيا. إمتى يا حبيبي؟ يوم الخميس الجاي مثلا، يعني في الحتة الفلانية. عينيا حاضر. اتأخر أبو حنيفة، اتأخر أبو حنيفة، اتأخر أبو حنيفة، فما جاش. قالوا بس لقد هرب أبو حنيفة من المناظرة لأنه قد هزم، وابن سحابي قد هزم من المناظرة، وإذا بأبي حنيفة قد جاء. أبو حنيفة جاي من بعيد. يا أبو حنيفة احنا سحبت ولا أنت هربت؟ هاي شفت بقى إنك أنت. قال لهم بس أصل الموضوع مش واخدين بالكم. دورت على سفينة ما لقيتش، فاستنيت الخشب اتكسر، وبعدين الخشب اتجمع مع نفسه، وبعدين جت مساجين راحت جايه استأذنت الخشب فدخلت في الخشب، وبعدين اتقسمت لايه؟ لسفينه، وبعدين اتعملت وركبت الخشب وتركبت على بعضيها واتدقت واتفصلت واتعملت، وبعدين اتخدت وش ومش عارف ايه وايه وايه وايه, وإيه وبعدين نزلت. قمت انا ركبت بقى. ماذا تقول؟ هل يصنع الخشب بنفسه كل ذلك؟ من الذي لابد ان يكون هناك صانعا لهذه السفينه؟ قال اذهبوا فقد اجبتم على انفسكم. اذا لابد لهذا الكون من اله. اذا كنت انت الكوبايه دي اهي، على فكره الكوبايه شويه رمل جم من سينا، خد بالك، واتجمعوا مع بعض، ايوه، وقالوا ايه رايكم نخش الفرن؟ يلا خش الفرن. دخلوا الفرن، هوب هوب ساحوا، تيجي ايه نعمل نفسنا كوبايه، اوه بقينا كوبايه. ايه رايك في الكلام الخايب ده؟ يحصل؟ مش ممكن. فلا بد من هناك مصنع واداره، وراجل جه وعمل وسوى وراح ايه حطوا البتاع في المكن وبدات كوبايه. يبقى هناك من انشا هذا الكون. يبقى لابد من وجود الله سبحانه وتعالى. ده دليل على وجودك انت قدامي دلوقتي، انت دليل على وجود ربنا. والله انت جيت منين حضرتك؟ صحيت من النوم الله ده انا جيت، الله الحمد لله الحمد انا جيت والله، الله ده انا جيت. جيت منين حضرتك؟ يبقى لابد من خلق البشر. انت حادث، اي لم تكن موجودا منذ عشرات السنين. انت ما كنتش موجود حضرتك من 10 سنين او 15 سنه، مش موجود، فوجدت الان، صح؟ الذي اوجدك الله، فمن اوجد هو الموجود، واوجد من لم يكن موجودا، صح؟ مش ربنا اوجدك؟ يبقى اللي اوجدك هو الله سبحانه وتعالى، هو الموجود سبحانه وتعالى. ماشي. تثبيت العقيدة. طب ابرز علماء الكلام ده قلنا عندنا يا عم الشيخ اسهم في تأسيس علم التوحيد كثير من العلماء حتى اصبح علما يشار اليه بالبنان، متميز. ايه هو بقى؟ ابو منصور الماتريدي وابو الحسن الاشعري وتلاميذه، خلاص؟ حتى اشتهروا عمن سواهم، فاصبح مذهبهم مذهب السائل. اسمهم علم التوحيد، علم الكلام، علم اصول الدين، علم العقيده. الكلام ده حكم معرفه العقيده، حكم معرفه العقائد الدينيه، الادله الاجماليه والادله التفصيليه. الادله الاجماليه فرض عين يعني انا لازم اعرف الدين، اعرف العقيده كمسلم، لكن تفصيلات وتشعيبات المذاهب بقى والفكر والفرق والكلام ده مش مطالب بيه، فرض كفايه. ففرض العين لازم انت تقوم بيه وانا اقوم بيه، اللي هو معرفه الله سبحانه وتعالى، ومعرفه الايه الحاجات اللي انا لازم اتعلمها، اللي هو الحاجات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي يجوز في حقه ولا يجوز في حقه، الكلام الجميل ده. ينفع اقول على ربنا ايه وما ينفعش اقول ايه؟ فاهمني كده كويس؟ الحاجات دي الجنه والنار والحساب واللي اؤمن بيهم، فالكلام ده كله اعرفه، لكن تفصيلات بقى ماليش فيه. الاختلاف المعتزله والجهميه لا ماليش فيه ان انا اعرف التفصيلات او دي،
خلاص، ان انا اعرف ازاي اعبد ربنا سبحانه وتعالى. ماشي يا عم؟ فرض عين. اما فرض الكفايه هو بقى التفصيل، كل التفصيل في العقيده دي انت مش مطالب بيه، عايز تعمله جزاك الله خير، بتعلم نفسك. يبقى هنا معرفه المعتقد الدينيه الادلات هي فرض عين على كل مسلم عاقل، مثل اعتقاد بان وجود الله كون خالق للعالم سبحانه وتعالى. طيب معرفه العقائد التفصيليه بحيث يقدر على اضحاء ودفع الشبهه عنها فرض كفايه اذ قام بها بعض سقط عن الباقين. وكده مباحث عندي مباحث علم التوحيد، الالهيات والنبوات والسمعيات، وهذا ما نتحدث عنه في الحصص القادمه ان شاء الله.